اهلا بكم من جديد مع فقرتنا الرئيسيه اللي حضراتكم بطبيعه الحال كلكم بتنتظروها وتنتظروا ضيفي او بطل هذه الفقره. هذه الفقره بالنسبه لي فقره استثنائيه، ليس فقط لان حسام حسن نجم كبير مؤكد عندما يتحدث الجميع يصمت ويستمع اليه، لكن ايضا لانه صاحب تجربه فريده ومغامره لا يقبلها ابدا سوى المقاتلين. حسام حسن تولى مهمه تدريب نادي الزمالك ونادي الزمالك في اسوأ حالاته الفنيه. في موسم واحد نقله من مؤخرة جدول الدوري إلى المنافسة على اللقب، وفي الموسم الثاني يتربع على قمة الدوري المصري. هي تجربة بطبيعة الحال صعبة جدا، أيضا في ظل الانهيار الإداري أو عدم الاستقرار الإداري اللي بيعاني منه الزمالك في السنوات الأخيرة وحتى الآن، وأيضا الأزمات المالية الطاحنة. ورغم ذلك نجح حسام حسن في إعادة الزمالك إلى قيمته الحقيقية. كابتن حسام أهلا بيك. اهلا بيك. منورنا في كوره مان، وبنشكرك على قبولك لدعوتنا يعني. لا طالما التزمت وفي نفس الوقت بختار البرنامج فعلا ان انا اكون بحترم فيه الناس كلها وخاصه حضرتك طبعا. نشكرك يعني عشان اجي برنامج مش مجرد ان انا التزم بيه، لازم التزم ومستريح نفسيا من الشخص اللي انا بتعامل معاه واللي انا قاعد بجري معاه الحوار. أنا بشكر حضرتك جدا يا كابتن حسام، وإن شاء الله يكون حوار رائع وجميل وصريح كعادتك طبعا بطبيعة الحال. أنا وإبراهيم صراحة خالص بطبيعة الحال، وكل الجمهور منتظر يسمعك دلوقتي. حسام حسن ليس فقط نجم كلاعب أو كعميد لاعبي العالم أو كعميد لاعبي مصر وتاريخه الحافل الكبير الذي ضع دائما على قمة لاعبي مصر على مدار تاريخ كرة القدم المصرية، ولكنه أصبح أيضا مدربا كبيرا يحظى باحترام شديد من كل الوسط الكروي. تابع هذا التقرير ثم نعود نتواصل الحديث مع الكابتن حسام حسن. القضايا كتير والأسئلة كتير جدا، وحابب نبدأ بإيه؟ زي ما انت قلت اخد انت اتفضل. لا زي ما قلت ان القضايا كتير، وده جدا مشكلتنا في مصر وفي الكوره بالذات في الرياضه في حاجات كتير. طب ابدا بتقييمك لفريقك هذا الموسم، وانت حقق طموحاتك بشكل مرضي بالنسبه لك حتى الان، ولا انت شايف ان كان ممكن يبقى فيه افضل، ولا انت اتفاجئت ان انت اصبحت اول المسابقه، خصوصا ان قبل بدايه الموسم الناس قالت الاهلي جايب حسام غالي ومحمد شوقي والزمالك جايب ما اعرفش مين، كانت في مقارنات كده في الصفقات. مظبوط. انت شايف الموقف بالنسبه لك، تقييمك بعد نصف الموسم ما انتهى؟ يعني انا هكلمك على مبدئي الاول بعد كده هتكلم. انا شايف انا في المبدا طبعا وانا بلعب، واتكلمنا في الكلام قبل كده ان انا بلعب على مركز ما عنديش غير البطوله او المركز الاول، سواء وانا بلعب او انا بدرب. وده اللي انا كنت يعني سعيت ليه، رغم ان المركز نادي الزمالك كان في المركز ال 14 الموسم اللي فات، وكله عنده 10 ماتشات خارج مصر خارج القاهره. فما كنتش بفكر ان انا في ال 14. يعني انا عارف يعني بتمنى وبجتهد وجاي عارف ان انا عايز اوصل المكان اللي انا يليق بنادي الزمالك ويليق بطموحاتي. فده سعيت لي والحمد لله. ما لقيتش انه ممكن اثر على اسمك ان انت رايح نادي الزمالك وهو في المركز ال 14 وكانت الظروف سيئه والاداره ما لقيتش، ما جالكش حاله من القلق ده ياثر على اسم حسام حسن؟ طبعا قلقان، بس انا حصل الموقف ده معايا كمان بقى مع الفارق، بس هي مع النادي المصري. النادي المصري كان فاضل له 8 ماتشات وفي المركز قبل الاخير، وكل ماتشاته كانت صعبه. فالحاج سيد برضه ده لغط لازم الناس يعرفوا برضه، خاصه في بورسعيد. الحاج سيد لقيته بيتصل بيا بيقول لي ما فيش قدامي غير انت وابراهيم تيجوا تمسكوا النادي عشان النادي هينزل. فالله يرحمه، فحسيت ان في ثقه كبيره، واحنا لعبنا في الموسمين. اي واحد بيفكر سواء لو اتولد في بورسعيد او لعب في النادي المصري عمره كله كان يفكر مليون مره انه يمسك نادي المصري، لان انت في اول تجاربك التدريبيه وماسك فريق بقيمه نادي المصري وجماهيره على مستوى الكره المصريه والعربيه، وان الفريق فاضل له 8 ماتشات تقريبا وفي المركز قبل الاخير، والماتشات اللي موجوده كلها مع الاهلي وفي مع الزمالك في مع الاسماعيلي في مع المنبي، فكل الماتشات صعبه. فانا من النوع اللي انا بخليها على الله على طول، بس يعني بعد طبعا ربنا وبتسيبه على ربنا، لكن جواك حاجه ان انت في ثقه في نفسك، وان انت لو ما عندكش لازم يكون عندك عشان تخش في المجال ده، لازم لابد يكون عندك موهبه، لازم يكون عندك قدرات انت بتفكر فيها كنت بتحلم بيها. فبناء عليه احتراما للحاج سيد، احتراما لتاريخ النادي المصري وجماهيره، وفي نفس الوقت طموحاتي ان انا عايز اخش المجال ده، رغم ان انا قلتها وانا بلعب.
هدفين بالنسبه لي، ان انا بعد اول حاجه ان انا بعد ما ببطل كوره، وانا الكلام ده كنت بقوله وانا بلعب، ان انا هدرب في مكانين، نادي الزمالك ومنتخب مصر بالظبط. ما جاش في دماغي ان انا اخش في السكه خالص، فانا حسيت ان انا ايه، هقف سنه لحد ما اوصل لطموحاتي. فانا ما كنتش بقولها اعتباطا ان انا عايز امسك كذا كذا، لان انا جوانا بلعب عارف ان بفضل الله عندي احساس زي ما اكون مثلا عندك يعني وانت بتحب ترسم، عندك افكار، عندك ابتكار. فانا وانا بلعب قلت انا عايز بطموحاتي ان التدريب. بس ما تطرقتش للاهلي، طب ليه مش من طموحاتك كان الاهلي؟ لاسباب كتير، لاسباب كتير هم عارفينها هناك، مش الجماهير، الاداره. لكن اللي بداوه هينهوه، اللي بداوه معانا هينهوه معانا. مش عايز اتكلم في القضيه كتير. فانا فعلا كانت طموحاتي الحاجتين اللي انت قلت عليهم. ودلوقتي انا يكفيني نادي الزمالك بفضل الله. يعني الطموحات اللي كنت بتكلم عليها، هو انا دلوقتي نادي الزمالك يهمني. ودي حقيقه. اي شرف لاي حد يقدر يفكر في المنتخب، لكن انا بتكلم انا نادي الزمالك هو ده طموحاتي، واتمنى من الله ان انا افضل. وانت قفلت فكره المنتخب يعني؟ كابتن سمير زاهر انا شفته امبارح في لقاء مع كابتن شوبير، لما كابتن شوبير ساله قال له مين يخلف حسن شحاته مدير فني لمنتخب مصر، قال له 3 اسماء، قال له حسام حسن ومش فاكر، قال له طارق العشري وطلعت يوسف اعتقد. اما قال له شيء غريب يعني، حتى ما كانش من الثلاثه اللي شوبير كان طارحهم عليه. يعني هو يمكن كابتن سمير خدها عن طريق التوريث، يعني ممكن يكون عن طريق المجموعه. يعني انا طبعا الناس دي كلها محترمه، وكابتن شوقي والكلام ده، لكن هو يعني بعد كابتن شوقي كمان يمسك كابتن حماده بقى لو هي يعني هو ممكن يكون وجهه نظره ان هو هم ماشيين بمجموعه. طب انا من زمان وانا بلعب كوره، عارف ان اتحاد الكوره من ساعه ما وعيت عليه، يعني طبعا كان في ناس افاضل في الاول، كان المرحوم محمد احمد، وبعد كده الاستاذ حسن عبدون. تمام. اتعاملت معاهم فتره اول ما طلعت في المنتخب، وانا في 84 وانا في الناشئين، ولعبت كاس انضمام للفريق الاول المنتخب 85 الاول. كاس فالناس دي كانت موجوده، لكن بعد كده طول من ساعتها من حاجه و80 لحد النهارده في دوامه مع اللواء حرب الدهشوري وكابتن سمير زاهر. فهم نفس بقى لنا فتره طويله. فبالتالي مش بعيده، يعني مش غريبه ان احنا نفضل في نفس الدواء، يعني نفس الموضوع. للطرح بتاع كابتن سمير ان هو توريث، يعني هو ممكن يقصد ان هو راجع خد على المجموعه دي، فدي حاجه، ده هو رئيس اتحاد كوره دي بتاعته هو. لكن انا قبل ما انت سالتني السؤال ده اول امبارح، قلت لك انا طموحي نادي الزمالك. بس هي ده طموحاتك، انت بتقول انت من طموحاتك انك تبقى مدير فني منتخب مصر. ده شرف، لكن انا سعيد بنادي الزمالك. فاتمنى من الله زي اليكس فريكسون في مانشستر، راجل عنده عروض يمسك منتخبات الدنيا كلها، لكن هو بيحب مانشستر. مورينيو ممكن يمسك اي منتخب في العالم. يقعد مدرب الزمالك 10 سنين 15 سنه 20 سنه بالنسبه لك ما اتمنى، لكن هي مش في ايدي، في ايد ربنا. لازم يكون موفق، لازم يكون الجمهور في ظهري، لكن لازم الناس تتقبل ان انت مش هتيجي تزهق بعد سنتين الادارات مش هتيجي بعد سنتين 3 تزهق تقول الشغل في نادي الزمالك صعب جدا. اصعب من اي مكان في الدنيا. انا حاسس ان انت لكن اللي مسهله عليا اللي في ظهري جمهور الزمالك. انت انا مش عارف، بحس انك ما بتجيتش وتكسر الدنيا غير لما بتبقى عندك صعوبات ومشاكل، يعني بتستنفر كل طاقاتك لانك عنيد. متهيألي لان يعني لو رحت مكان يسهل لك الامور لا بقتنع بقضيه، ببقى عايز اصلحها، عايز افوق الناس دي، او واحد مريض وليه قيمه، لابد ان هو اقف معاه ولازم ينجح. الزمالك كان مريض لما استلمته؟ مش مريض، ميت. جماهير الزمالك تعلم، والنقاد وكل الاعلام كله عارف نادي الزمالك كان ميت. اكتر سنه ممكن نادي الزمالك يتعرض فيها الكارثه ما حصلتش، انه ممكن يصارع على الهبوط، كان الموسم اللي انا مسكت فيه اللي هو الماضي ال 14 وعنده 10 ماتشات خارج ملعبه، وكان في بطوله قويه يعني في الدور الثاني بيبقى اصعب كمان. فلولا توفيق ربنا واللعيبه حست حسستها ان يعني ايه قيمه نادي الزمالك. دي كانت غايبه عندهم، زائد الجهاز الفني المحترم اللي معايا، انا وابراهيم، المجموعه دي كلها اشتغلت بقلب واحد. لكن من غير توفيق ربنا والجمهور، جمهور الزمالك لما يكون مؤمن بحد ويكون واقف في ظهر حد، وخاصه انا وابراهيم، يفرق كتير معانا ويفرق كتير مع نادي الزمالك. اصرارك على ابراهيم حسن وما استلمت مهمه نادي الزمالك، كان كابتن ابراهيم موقوف وقتها وانت اصريت على تعيينه رغم ان هو موقوف.
واصريت بشكل ضخم جدا، وكان واضح اصرارك حتى في كل مكان كنت بتتكلم لازم ابراهيم يبقى موجود، بس عشان هو التوأم حسام حسن ولا عشان احنا شايفينه دلوقتي هو دايما ينطق بعباره لازم اكون سيف ودرع لنادي الزمالك، وشعوركم ان الزمالك بيتعرض دائما لمؤامرات ومشاكل ومحاولات لاحباطه، كان ده السبب الرئيسي في اصرارك على ابراهيم حسن؟ ابراهيم مش عشان اخويا، ما اخويا معايا في البيت وفي اي حته، لكن انا في منظومه نجاح او شغلي اللي يساعدني على شغلي المجموعه اللي معايا. زي ما انت معاك في فريق الاعداد لازم يكون معاك ناس انت واثق فيهم، تمام، وفي نفس الوقت عارفين انت بتفكر في ايه. تمام. فانا عايز في الجزء الاداري والنظام والتنظيم اللي موجود ده داخل الفريق، عندنا نفس التفكير انا وابراهيم، بس انا عايز افضل الشغل الفني داخل الملعب، تجهيز اللعيبه، طريقه لعب اللعيبه اللي جايه، اللعيبه اللي بختارها. عايز ابراهيم هو يفضل يتولى القصص، يتولى الحته الاداريه، حته النظام داخل الفريق برضه في ناحيه التنظيم، حته الدفاع عن الزمالك، العلاقه بين اللعيبه وبين والاداره، الحته الاداريه. نفس الوقت ان هو اقول ايه، ان هو زي ما اقول ان هو اللي بيعبر عن اي مشاكل بينه وبين داخل الفريق او خارج الفريق مع الاعلام، مع الجهات الاداره ومع الجهات المختلفه. هو الزمالك محتاج مدافع عنه، المتحدث طبعا محتاج مدافع عنه. احنا الاثنين زي ما انا قلت لك درع وسيف، درع وسيف. ليه انا قلتها؟ ليه؟ لان انا حاسس ان انا عارف، حاسين احنا الاثنين ماسكين نادي الزمالك كده وحاطينه في ظهرنا، واحنا عمالين نقابل اي مطبات، عمالين نقابل اي حاجات بتتحدف على نادي الزمالك، ناس بتدافع. طب ليه انتوا فين مجلس اداره؟ مجلس الاداره طبعا انت قلت في المقدمه ان او تقديم البرنامج ان رغم ان ظروف الادارات ان في ناس بتمشي وفي ناس بتيجي وفي المشاكل القضايا اللي موجوده، كل الناس بتيجي بمرحله عايزه تعمل حاجات بسرعه وتتحرك في نطاق معين. لكن عكس ما يكون معاك اداره مستمره مستقره، معاها امكانيات تساعدك لطموحاتك وطموحات جماهير الزمالك. يعني المستشار جلال والمجموعه اللي موجود معاه جم عايزين ينقلوا النادي من مرحله معينه، يعني ايه، يدوروا الموتور بتاع الترس زي ما بيقول. لكن الاستاذ ممدوح والمجموعه اللي كانت موجوده كانت هتبتدي تشتغل، يعني لسه هتبتدي تشتغل، وقفت. فجيل زي ما قلت لك المستشار جلال بيحاول يمشي الامور كما هي موجوده، لكن عايزين ابتكار، عايزين مسانده، عايزين ايجاد حلول معانا. يعني دلوقتي داخل على الدور الثاني، لازم انا كجهاز فني كمدير فني ان انا اقعد اقول انا عايز، عشان انا بلعب على بطوله، عشان ارضي طموحات جماهير الزمالك مش طموحاتي جماهير الزمالك، لا، وعشان نحافظ على اللي فات في الدور الاولاني وفي الموسم اللي فات لازم كل ده صفقات وتحتاج لاعبين، محتاج صفقات ومحتاج اللعيبه تبقى مستقره. انا عندي جزء في الحلقه مخصصه لحكايه الصفقات هنتكلم فيه، عشان يعني ما نخرجش في النقطه دي. برضو انت كابتن حسام لما توليت مهمه تدريب نادي الزمالك كان امر صعب جدا وقابلت التحدي. لما دخلت هذا الموسم الناس عقدت مقارنات بين الزمالك والاهلي قبل بدايه الموسم، زي ما قلت لحضرتك كده، حسام غالي، اسماء ضخمه في عالم كره القدم، وجده اسماء كانت كبيره في الكره المصريه، والزمالك بيجيب وجيه ويونس واسماء مش سوبر ستارز يعني، ومعتمد على شويه عيال زي ما بيقولوا صغيرين، شباب صغير. انت دلوقتي بعد مرور نص موسم انت كنت متاكد من اللي حاصل ده، ولا انت ده فاق اللي انت كنت متصوره او اقل من اللي انت متصوره؟ لا، انا زي ما قلت لك، لو انا في نص البحر وسبتني في نص البحر مش بمركب، بخشب كده، هأدف وعايز اوصل للقمه. هتوصل للقمه مش للشط كمان، للقمه، للشط، للمكان اللي هو يرضي طموحاتي. فانا عارف ان انا اتحط، وعارف ان انا جاي نادي الزمالك وفيه ظروف صعبه جدا من ناحيه الامكانيات، لكن دي قضيتي ان انا بالقماشه اللي معايا هعمل اي حاجه. ده هدفي جوايا، ورغم ان انا عمال بعاني، انا وابراهيم والجهاز بنعاني بالحته ان احنا عايزين حد يبقى في ظهرنا، حد يشجعنا، حد يخلينا يحسسنا ان احنا الشغل اللي احنا بنعمله ده نزوده، يعني كويس وفرحانين بيه ونزوده. فالكلام ده مش يعني، فباخد الامور
على او الامكانيات على اللي معايا. انت قلت لي مجموعه اسامي لعيبه محترمه جدا، ادهم ووجيه ويونس والمجموعه دي. هقول لك بصراحه، والاستاذ ممدوح ومجلس الاداره عارف، انا حاطط لاول مره يتحط قدام مجلس اداره في تاريخ نادي الزمالك 1 2 3 في كل مركز، واحد، ولو واحد ده مش موجود يبقى 2، والاثنين ما جاش يبقى 3. فهم اتفاجئوا بالنظام ده. لظروف معينه قلتها قبل كده، مغالاه في الفلوس من الانديه اللي موجوده فيها اللعيبه دي، لظروف ان احنا ما قرصناش شويه برضه على الماديات، ومجلس الاداره حس ان هو خلاص هيمشي ومفيش استقرار، ما اللعيبه دي ما جاتش. القطر كان ماشي، يعني القطر اللي انا خلاص الموسم هيبدا والقايمه هتقفل ولازم اعمل فتره اعداد، ومفيش وقت نقعد نفكر في التفاصيل. فالقطر خلاص ماشي، فانا لازم اخد معايا مجموعه في المهمه دي عشان ابدا الموسم. كان لازم حد يركب معايا، يعني كان لازم حد يطلع في المجموعه اللي موجوده معايا اللي هي من الموسم اللي فات، والاضافات اللي انا لازم تركب معايا، لازم. يعني لعيبه على مستوى عالي جدا، لكن في نفس الوقت كنت حاطط 1 و2 و3. ممكن تقول لنا مين كان 1 و2 و3 ولا مش حابب؟ لا كتير يعني لو قلنا مثلا محمد يونس، كان مين رقم 1 في المركز ده؟ لا بالامانه كنت حاطط اصل قلت لك الاسامي في يعني غير معتصم، في معتصم وفي واحد تاني، يعني في واحد تاني بس ما اقدرش اقول عشان ما فتحش افكاري ان انا لحد تاني يعني. انا لسه في فوضات معاه التاني ده. معتصم كان معلن، ولو ما كانش معتصم بيبقى في حد تاني والتالت كان يونس. ويونس لان الاسباب كتير يعني. كان في الخبرات اللي موجوده، السن، كل حاجه، لكن انا في النهايه قلت ان يونس راجل لعيب هايل وعنده امكانيات. لما ما لقيت الدنيا وقفت ده بالنسبه ليونس. وجيه كنت عايزه يبقى مع مجموعه تيجي، يعني مع 1 و2 يجوا في المكان ده، لان المكان ده عندي بيلعب لو في 5 يلعب 3، فكان ممكن وجيه يبقى مع الناس الثلاثه اللي انا عايزهم مع الاثنين اللي موجودين. كان منهم حسام غالي والثلاثه دول. حسام غالي انا كنت عايزه، حسام غالي انا فعلا كنت عايزه، لكن هو الراجل شاف الناحيه الماديه كانت وشاف ان هو رغم ان انا كنت متوقع اللي حصل له في اول الموسم، هو محمد شوقي كنت متوقع له كده، ان الناس دي كلها هتروح لمجرد ان نادي الزمالك ما ياخدهمش. هو بيلعب دلوقتي، ساعات يلعب بالصدفه، لعب ماتشنا الاخير. فحسام غالي وقلت له بيتهيألي معايا كان هيبقى احسن من كده بكتير، بغض باحترامي مع احترامي الشديد. وقلت له الكلام ده وقتها يعني وانت بتتفاوض معاه؟ انا ما قلتلوش، هو كان الكلام عن طريق ابراهيم واتكلم معاه مره واحده، فقلت له انا محتاجك وانت هتشتغل، هيبقى حسام غالي تاني خالص غير الناس تعرف. غير الناس عارفاه وشايفاه. فانا دي بقولها حقيقه، لان انا مقتنع بامكانياته. شوقي اتعرض وفي نفس الوقت هو ما اداش نفسه فرصه يفكر. وانا بصراحه لو قال لي شوقي او محمد حسام، فانا قلت كنت عايز حسام. لو اتفضلت بين الاثنين هو حسام غالي، يعني انا كنت عايز حسام الاول. فشوقي لما جه وطلع فالنادي النادي الاهلي كان فاكر ان انا هناخد شوقي، فراحوا واخدين شوقي لعيب هايل بس بقى له فتره كان بعيد. فانا كنت قلت حسام غالي رجله في الملعب وعنده امكانيات معينه في مركز معين لسه مش مستغله. انت شايف انه مش مستغله؟ لا مستغل. ده واحد من الناس. كنت متوقع ان عمرو زكي انه راجع ورجع فعلا، ولكن الاصابه اللي جات له كان في لعيبه حاولت نحارب عليها اكتر من كده. احمد عيد مثلا كنت بتمنى ان هو يعني حاولنا واشتغلنا، قلنا نشتغل فيه بطريقه قويه جدا في فتره الاعداد في الاجازه لكن ما وصلناش ما وصلوش للطموحات، يعني ما حدش وصل للطموح اللي انا عايزه. فكنت عايز ابدا بطموحات. على فكره الطموحات دي اللي هو مجلس الاداره، افكاري كانت موجوده مع افكار جماهير الزمالك. تمام. يعني انت تقصد الطموحات دي اللي هي مجلس الاداره؟ ما مجلس الاداره عانى في حاجات، يعني كان يقدر يجيب احمد عيد مثلا وما قدر. احمد عيد بالذات الموضوع مش في ايد احمد عيد ولا في ايدينا، فكان في ايد ناديه وكان صعب. لكن حاولنا، بس كنا عايزين برضه نحاول تاني وتالت، لكن الظروف زي ما قلت القضيه اللي جت خلت الناس هبطت. لكن ما سعناش فيه تاني، لان كان محتاج ممكن امكانيات ماديه اكتر من كده. واحد يخش بقلب جامد في ان ممكن نعرض اكتر سواء فلوس او لعيبه، فما كملناش فيه.
نتيجه العوائق وان انت برضو ما ضغطتش بالصوره اللائقه. رغم ان احنا رحنا له بصراحه استاذ ممدوح عباس وانا وحازم قابلنا المسؤولين هناك واحترمنا وجهه نظرهم، لكن كنا عايزين محاوله ثانيه. المحاوله الثانيه جت واللاعب كان موافق، كان عاوز جدا يعني لاقصى درجه تتخيلها، لان هو راجل بدا في نادي الزمالك وكان عايز ينهي في نادي الزمالك، لان هو فاضل له يعني احنا قلنا عمل مثلا عنده 28 سنه او 29، لو يلعب سنتين كويسين دلوقتي في نادي الزمالك كان نفسه يبقى حاجه زي كده. وانا كنت ولسه عندك الامل والطموح انك تستعين باحمد عيد ولا خلاص شايف الناس؟ لا عندي امل بس بعد ان شاء الله بعد موافقه المسؤولين هناك، لان انا مش بالذات المؤسسه دي ناس بنحترمهم، فعايزين من خلال يكونوا هم راضيين يعني ان شاء الله. بعد نهايه الموسم بقى مفيش في يناير الكلام؟ اصل في يناير دلوقتي صعب للجميع، لكن اتمنى صعب الحاجات لاسباب كتير. هناك الاداره عندهم، وفي نفس الوقت محتاجين مين هيدفع الفلوس؟ مين هيدفع الفلوس دلوقتي؟ هنخش في قضيه الفلوس. مين هيدفع الفلوس دلوقتي؟ حتى لو الاداره اداره هناك وافد، بس مين هيدفع المقابل؟ هنخش في الفلوس. كابتن حسام برضو بشكل مباشر اسالك سؤال تاني، انت شايف ان الزمالك دلوقتي كاول الدوري فرق 6 نقاط ده اللي انت التارجت اللي انت كنت حاطه، ولا كنت شايف ان الاهلي هيقعد ينافسك وبعدين اللي يخطف الدوري في الاخر يخطف، ولا كنت شايف ان انت هيحصل يعني نتائج تسوق في الاول وبعدين تعلى وبعدين يعني انت كنت راسمها ازاي؟ لا انا كنت متوقعها زي ما هي كده. يعني انت كنت داخل الموسم وعارف انك هتنهي الدور الاول وانت في المركز الاول؟ ده طموحاتي، وعارف امكانيات اللعيبه اللي هي الصغيرين والخبرات اللي اقل من الانديه الثانيه اللي موجوده في المنافسه، عارف ان انا بعون الله هوصل لكده. لان اصل انت بتستند على حاجات، في معطيات عندك هي ايه؟ ما ينفعش واحد يقول انا نفسي ابقى دكتور ولا طيار وهو قاعد كده ما بيشتغلش او ما بيفكرش. او واحد عايز يرسم لوحه، يا سلام لو ارسم اللوحه دي وهو ما بيعرفش يرسم. فلازم تجهز للكلام ده. فانا كنت مجهز بفضل الله من الموسم اللي فات، من ساعه ما اشتغلت مع نادي الزمالك، وبجهز للموسم الجديد. حتى لو طموحات زي ما قلت لك الامكانيات ما ساعدتنيش، لكن انا قلت لك هشتغل باللي معايا، وقد كان الحمد لله اشتغلت بالناس اللي معايا، وكان عندي ثقه في ان انا هنزل. من اول يوم جيت فيه بتفرج على الولاد الصغيرين تحت 18 و19 و20، ومتاكد ان الناس دي اللعيبه دي في لعيبه مظلومه، وفي لعيبه لازم تتشاف، ومش شرط. فلازم تلاقي يعني لازم تلاقي حلول ثانيه. ما عندكش امكانيات ماديه، لكن لازم الاقي حلول ثانيه. من ناحيه ايه؟ حتى لو في حلول امكانيات ماديه، من حق الناشئين اللي تحت دولت ان هم يمثلوا نادي الزمالك في المستقبل. تخيل لما طلع لي 2 3 4 دولت، الاربعه دولت لو انا اشتريتهم من بره، متهيألي لو جبتهم من نادي ثاني بامكانياتهم دي، كل واحد يتكلف يعني توتال مثلا 20 مليون جنيه، انت وفرت على نادي الزمالك 20 مليون. ولما يجي يبقى كويس ويخش منتخب مصر، هيبقى لوحده هيبقى بكام؟ الواحد بس هيبقى جدد في السنه ب5 مليون مثلا، لو على الارقام اللي احنا فيها دي دلوقتي. مظبوط. فكل لعيبه هيبقى مثلا 5، يبقى انت وفرت يعني الاربعه 3 في 4، انا بقول 4 لعيبه، لكن اللي الناس مش لسه ما تعرفوش ان انا لسه في لعيبه تحت 17 هيطلعوا معايا، وما عنديش مشكله ان يلعب، لان مش هقلق حد. والدليل في ماتش الاهلي اللي فات، عندي فيه 3 لعيبه او 4 صغيرين وبيلعبوا قدام 80-90 الف متفرج، قدام لعيبه خبرات عاليه جدا في النادي الاهلي، لعيبه منتخب مصر اللي ممكن بكره لو في ماتش المنتخب هتلاقي ان قوام منتخب مصر هم اللي كانوا بيلعبوا قدامك في ماتش الاهلي. الناس اتصدمت منك في مباراه الاهلي. اتصدمت في الزمالك ومستوى الزمالك في مباراه الاهلي. يعني نتكلم بصراحه، الناس انت عملت فريق قوي جدا. قبل مباراه الاهلي كانت نتائج قويه جدا، اداء نادي الزمالك كان قوي جدا، اداء الاهلي متراجع. الناس تصورت ان الزمالك داخل الاهلي يفترس الاهلي في هذه المباراه، وان حسام حسن هيبدا المباراه بخطه هجوميه بحته، لدرجه ان كانت في ناس بتقول هيلعب ب2 فراوده لا بفيرون. فوجئنا ان انت بدا المباراه بتشكيل، فاجئنا كلنا. ما كانش في مهاجم صريح في التشكيل بتاعك، غيرت طريقه اللعب عكس الفتره اللي فاتت. فاداء الزمالك من البدايه اهتز، الناس حست انه السؤال وصل. يعني اختصر لك. قول. اولا انا ما غيرتش طريقه اللعب. ما غيرتش طريقه اللعب. قول لي طب انا في وادي دجله كنت بلعب بايه ازاي؟ مش خلينا نتكلم فني. طريقه في وادي دجله او ما قبل وادي دجله كنت بلعب ازاي، والماتش ده كنت بلعب ازاي. كان في مهاجم صريح احمد جعفر، او تمام. ممكن تدفع بابو كونيه، تحتيه كنت بتلعب شيكابالا ومثلا محمد. في ماتش وادي دجله كنت بلعب ب3 مهاجمين، شيكابالا وجعفر
وحسين ياسر. تمام. وجعفر طلع ونزل محمد ابراهيم. مظبوط. في نهايه المباراه قبل نهايه. لا مش نهايه المباراه. ونفس الشيء حسين ياسر برضه. انا دلوقتي لما اتقابلت قبل الماتش لحد فضلت اليوم ليله الماتش عارف ان حسين ياسر هيجي مش هيجي. المهم لغايه ليله الماتش ما كنتش لحد مش ليله الماتش، الليله اللي قبليها يعني. لا ده قبل الماتش بساعات كنت متخيل ومتوقع ان حسين هيجي. قبل الماتش بساعات الصبح كمان كنت منتظر. كنت متوقع نتيجه مش تقليل من اللعيبه الثانيه، لا بالعكس حسين وكان ممكن يجي ويبقى ما يبداش، لكن كان هيبقى معايا. هو الماتش هو عباره عن ايه؟ لازم تكون عندك بدايه ونهايه. ما هي السيناريو المباراه في يعني كان يبقى ورقه في ايدك. في مدربين ممكن يقول لك نلعب يرمي الناس دي وما اعرفش، لكن هو مش بيجهز حاجات بره ومش بيفكر ايه اللي ممكن الخطوات اللي بعد كده اثناء الماتش، في الشوط الاولاني، في الشوط الثاني، في نص الشوط الثاني، في اخر الشوط. في كل الكلام ده ليه في حاجات لازم سيناريو لازم تتوقعه، لازم تعمل حساب. فانا فاللعيبه كلها مهمه بالنسبه لي. فحسين كان ورقه انت منتظر تبقى ورقه في ايدك. انا اقول لك بس اختلاف التشكيل ما بين ما قبل ماتش الاهلي وخلال مباراه الاهلي. هو ده حسين ياسر ما جاش، كان بيلعب اساسي. جعفر كان في حالته الفنيه والبدنيه في ماتش وادي دجله كان وحش. انا في وجهه نظري والناس كانت حست بيه في ماتش وادي دجله. فبالتالي انا عايز خلال التمرين في الاسبوع اللي قبل ماتش الاهلي لقيت نفس جعفر مش في حالته اللي انا ان يلعب الماتش ده. وكونيه انا عايز حاجه معينه من المباراه دي بطريقه معينه، فعايز في مهاره مع سرعه. محمد ابراهيم عنده المهاره والسرعه، حازم عنده المهاره والسرعه، شيكابالا عنده المهاره والسرعه. وكانت هتنجح الحته دي لما كان الكره اللي جات لي في اكتر من كوره، وبدايه او كره بالتحديد بتاعت حازم. الماتش لو الكره دي فتحت الماتش هتلاقي فيه سرعات، هتلاقي فيه مهاره، هتفرق. نعم. فايه الاختلاف بقى؟ الاختلاف اللي حضرتك بتقوله او الناس بتتوقعه، بالعكس لما جمهور الزمالك او الناس هديت كده وتتفرج الماتش بهدوء، البدايه بتاعت الشوط الاولاني احنا كنا متسيدين الماتش يعني، وكنا الاخطر، والنادي الاهلي لعب في بعض الدقائق يعني 3 دقيقه دقيقتين في الشوط الاولاني. طب لما غيرت في الشوط الثاني وحازم طلع وجعفر نزل، مش الناس كانت عايزه فيرود صريح؟ طب لما جعفر نزل كنت متوقع منه الاحسن. فجعفر لما نزل الناس زي ما بتقول النادي الاهلي في الشوط الثاني كان افضل سن. رغم ان انا اتفرجت على الماتش 30 مليون مره. الشوط الثاني هم يمسكوا الكره في نص الملعب تتقطع، واحنا ناخد الكره ونباصي وفي ريحه خطوره من عندنا في هجمات مرتده مثلا سريعه، والماتش ماشي على كده. الشوط الثاني ماشي على كده. بس ممكن يكونوا الاهلي اكتسب ثقه. انا اقول لك حاجه، انا فرحان جدا ان الناس فرحانه او الناس المنافسين او النادي الاهلي فرحان ان هو سعيد بالنتيجه دي، وسعيد ان هو بالطريقه دي وبالاداء ده ان هو كده نجح. لو هو كويس، لو هو احسن مني يكسب. ما كسبش ليه؟ ما كسبش الولاد الصغيرين اللي معايا ليه؟ معنى كده انا بلعب فريقي ناقصه والنادي الاهلي جاء كامل العدد والخبرات والصغيرين والكبار وما عرفش يكسب. يبقى انا نجاحاتي مكاسبي في الماتش ده كتير. هعديها لك. اولا بدايه انت فرق ال6 بونت طلعت بيهم كسبان، ثبت الفرق. كسبت ولاد صغيرين لعبوا قدام 80 90 الف متفرج، قدام لعيبه خبراتها اعلى كلهم دوليين. 3 النجاحات برضه من الموسم اللي فات دلوقتي، واحد زي عمرو الصافي واحمد غانم كل الناس كانت بتشكك فيه. لو اتقن مدرب في العالم اجنبي او مصري كان هيتاثر بجماهيره او بالنقد والاعلام ان ما تلعبش الصفتي، ما تلعبش احمد غانم. الصفتي واحمد غانم انا ما باخدش برايي بحد ولا حد ياثر عليا. شوف جمهور الزمالك بيحبه ازاي. لكن لو ودي وداني لكل الناس تتكلم تقول لك ما تلعبش الصفتي، ما تلعبش دلوقتي الصفتي، بيشجعوه شايلينه على كتافهم. احمد غانم من احسن اللعيبه اللي لعبت الماتش اللي فات. فبالتالي نجاحات كتير ومكاسب كتير في الماتش. لا وفي نفس الوقت لا بثبت لك حاجه، انا مش من المدرب اللي انا ممكن اغير فكري في لعيب بناء على ضغط اعلامي او ضغط جماهيري. اللي انا مقتنع بيها هعمله. واللي انا بعمله عشان بقتنع الحاجه اللي انا بقتنع بيها وبعملها الحمد لله نادي الزمالك ماشي صح. بس انت اتصدمت من اداء الزمالك في المباراه دي؟ ما اتصدمتش. كنت متوقع اداؤه بالشكل ده؟ ما اتصدمتش. انا قلت لك نجاحي ان فريق بحجم النادي الاهلي فرحان بالتعادل مع اولاد خبرتهم اقل
بس الفريق اللي هو بحجم النادي الاهلي ده اتعادل مع سموحه، اتعادل مع الاتحاد، خسر من الاسماعيلي. طب وبعدين؟ يعني كانوا متوقعين الزمالك. طب ما انت قلت مع احترامي، مش قلت له الكابتن زيزو عمل، يعني كابتن زيزو طبعا جه في مهمه ربنا وفقه، وطبعا انا بحييه جدا يعني. لكن الكابتن زيزو لعب 5 ماتشات، كسب واحد، كسب ماتش وتعادل في 4 وقلته نجح. من تيار الاعلام بيقول نجح. فطب يعني ما لما النادي الاهلي يتعادل في 4 وتكسب ماتش وقلته نجح، طيب انا بطل الدوري بيلعبني وانا عندي نقص كتير. افرض النادي الاهلي اتعرض للموقف اللي انا فيه، مفيش ابو تريكه، مفيش بركات، مفيش 2 من ال3، زي واحد زي عمرو زكي. مش هقول بقى هم ما قدروش يقولوا عمرو، ما قدروش يقول لي عماد متعب، لان عماد متعب مش في القايمه. انا بكلمك على القايمه عندي اللي الناس تعرفه، لازم تتوضح. اولا انت ناقص عندك انا عماد محمد ده محترف محسوب عليا، وكنا الناس كلها وانا عايز يعني معتمدين ان عندنا لعيب بقيمه عماد محمد مش موجود. عمرو زكي بدا الموسم كويس وهداف الفريق، اتعور اصابه طويله. الاثنين في ليله الماتش قبل الماتش بيومين موضوع حسين ياسر مش موجود. علاء علي بدا الموسم معاه كويس زي عمرو زكي وجاب اجوان، والراجل مش موجود. طب قول لي يا عم المفروض ان انا اعمل ايه؟ لكن انا لو انت مدرب النادي الاهلي عندك ايه حلول؟ بركات جد وابو تريكه مش عارف بره، في شكري بره، في مش عارف عفروتو والمجموعه دي. لكن انا اول حاجه هقول ايه؟ شيكابالا. وبعد شيكابالا ايه؟ لو انت بقى تقعد تعيط وتقعد تلطم هتقول ما عنديش غير شيكابالا، لكن انا ما بعملش كده. لكن انا بقول بجهز كل اللعيبه بثق فيها كلهم، كبير وصغير قديم وجديد. هو فعلا الزمالك ما عنديش مشكله. قلت محمد ابراهيم وحازم هيلعبوا، مفيش مشكله خالص. قررت ده من ادهم اول مره يلعب اهلي وزمالك. ابراهيم صلاح تاني مره. كنت مقرر محمد ابراهيم وحازم يلعبوا ليله الماتش وانت تحط التشكيل، ولا انت بادئ المعسكر وانت في ذهنك انك تلعب الاثنين دول؟ لازم اعمل حلول، لان عارف ان في غيابات عندي، وعارف ان حسين ياسر هيجي او مش هيجي. في نفس الوقت عارف ان انا عندي ثقه في كل اللعيبه، الصغير قبل الكبير، يعني الصغير قبل الكبير بفضل الله، ومجهز. وكل لعيب في الفرقه تساله، حتى اللي بره، اللي جوه ال 18 واللي بره ال 18، عارف لاخر لحظه قبل ما اقول المعسكر والتشكيل وقبل ما انزل الماتش بساعه، كل واحد عارف ان هو لما هيلعب هيأدي، لان انا مجهزهم على كده، ما عنديش حد احتياطي. وبفضل الله انا عامل عدد معين، سواء بسبب ظروف الاصابات او انا بحب ان انا اشتغل في عدد قليل زي اللعيبه زي في اوروبا. الناس ما يشتغلش ب 30 لعيب زي ما كنا الناس كانت عايزه تعمل، مش 30 و35 لعيب بيجروا معاك في التمرين زي الجنينه. لا لا، فانا شغال مع عدد معين، والعدد المعين ده كله جاهز انه هيلعب. فبالتالي محمد ابراهيم وعمر وتوفيق وادهم والمجموعه الصغيره دي وكل الناس دي عارفه انها هتلعب، وعرفات فاي واحد اي وقت هيلعب. فده هي دي المفروض يعني ده اللي انت تبقى عارفه. المدرب متوقع كل الظروف ولا لا؟ فانا متوقع والحمد لله، عندي ثقه في لعيبتي وبشكرهم جدا، وبشكر كل اللعيبه اللي لعبت الفتره اللي فاتت، خاصه الماتش اللي فات الاهلي، ان هم ادوا في حدود الظروف، ان عندهم لعيبه بتغرق. هو في لعيبه النادي الاهلي بتغرق، او كيان كبير زي النادي الاهلي لا يكون او لا يكون. برضه الناس دي برضه مش عارفاها هو ليه النادي الاهلي لعب بتحفظ ولعب ومش عايز يخسر، لان كان في رقابه هتروح كتير، يعني في لعيبه كانت ممكن تبطل، وكان في ظروف. زي مين مثلا؟ انا مش دي قضيتي، انت الناس عارفاها، بس لكن كل واحد انت عارف لما يجي لك الطوفان، فكل واحد حاول ان هو يحافظ على وجوده. فانت عارف يعني الوجود دي يعني مش عايز يخسر، فانت بتلعب خصم يعني عارف ان دي ممكن تكون نهايته، فبالتالي لازم يأدي، فأدى ودافع وأمن نفسه. لكن لو الماتش مفتوح من الطرفين، وانا عندي ظروفي تبقى احسن في اللعيبه اللي ناقصه متهيألي، لكن انا مكاسبي ان النادي الاهلي لعب باقصى حدود ليه اللي هيشتغل بيها الدور الثاني باضافه لعيب بس. فانا عرفت مستوى النادي الاهلي فين، لان لكن انا عارف انا لعبت ازاي ومتصدر البطوله عندك إيه؟ وعندي مين. ولازم حساباتك تبقى كده، ما ينفعش ان انت تبقى تتعامل على الوقت. طب انت خلال المباراه مين اكتر لعيب في الاهلي كنت حاسس ان هو عامل ازعاج ليك وانت قاعد بره عندك؟ لا انا محترم الفرقه كلها. هل حسام غالي بالفعل كان نجم المباراه؟
هو مجرد ان حسام غالي ان هو نجم المباراه يبقى ده دليل ان احنا كان في خطوره عندنا. فهم برضه الناس مش عارفه المعادله دي. لكن انا حسام غالي انا بعزه جدا وبقدره من الناحيه الفنيه. حسام غالي لعب بنظام ولعب وكان مركز. فالمشكله ان انا على المستوى الفني بحبه جدا والشخصي، فبالتالي هو فعلا هو كان كويس. لكن اللي كان كويس قوي كمان عبد الشافي. يعني مش عايز اقول، ما انا قلت لك من شويه كمان الصفت كان مركز قوي وفتح الله وغانم. الاربعه دولت كانوا بصراحه مش ان هم شالوا اخطاء، لا كانوا مركزين وبيلعبوا صح ومفيش مشكله عندنا خالص. وطبعا وراهم عبد الواحد. فدي يعني يمكن لاول مره تحصل في ماتش الزمالك والاهلي يطلعوا لعيب واحد. المفروض كانوا بيطلعوا لعيب من هنا كويس ولعيب هنا كويس. يعني دايما بيرادوا. دلوقتي احنا، ما دي المشكله اللي موجوده دلوقتي على مستوى المجال اللي احنا فيه، ما بيرادوش نادي الزمالك خالص. يعني انت اخترت لعيب من النادي الاهلي، اختار احسن لعيب في نادي الزمالك ومشيها كده. انت فاهمني؟ ولان اللعيبه اللي كان عبد الشافي عمل مجهود اكتر وعنده عليه حمل اكتر. يعني عبد الشافي في المباراه انت من وجهه نظرك كان احسن من حسام غالي، يستحق اللقب اكتر؟ انا مش عايز اقول احسن، انا بقول ده كويس وده كويس. يعني لو انت كان ممكن يبقى اثنين كويسين لكن فيهم واحد احسن. انا في وجهه نظري زي السنين اللي فاتت كانوا بيطلعوا لعيب من هنا ولعيب من هنا. مش دي القضيه، مش هتقلي، لكن انا بكلمك لعيبتي كانت يعني المكاسب اللي طلعت ان الاربعه الديفنس اللي الموجودين وعبد الواحد، الناس كانوا منتظمين ومنظمين وفي تركيز عالي جدا. والناس اللي كانت بتشكك في الديفنس بتاعنا الناس ماشيين بالخطه. هل بالفعل شيكابالا هو الزمالك والزمالك هو شيكابالا؟ الناس بتقول ان شيكابالا لما مستواه تراجع في مباراه الاهلي والزمالك، الزمالك ما قدرش يفوز ولا قدر حتى يلعب بالمستوى الجيد اللي كان او الرائع اللي كان عليه في الماتشات اللي فاتت. شيكابالا لعيب مهم جدا. انا قبل ما امسك انا بقول لك شيكابالا، ومحدش كان الناس وانا يعني كانوا وانا بعيد عن الزمالك بقول ده شيكابالا احسن لعيب في مصر وهيبقى احسن لعيب في مصر، وقد كان. ولما كان مع مدربين تاني قبل ما اجي كان شيكابالا لعيب كويس بس ما حدش عارف بقيمته. لكن دلوقتي شيكابالا بفضل الله ومعايا دلوقتي هداف الدوري، احسن لعيب في مصر فعلا، بادائه بالتزامه بتاثيره مع فرقته. فطبعا لازم يكون مؤثر مع فريق الزمالك. لكن ما في يعني مثلا لما قلنا في الارجنتين ميسي لما كان مع منتخب الارجنتين كان وحش، كان ايه؟ اتاثر منتخب الارجنتين، خرج من دور 16 اللي هو فيه 600 مليون محترف في العالم كله. فطبعا نادي الزمالك ممكن يتاثر بشيكابالا، لكن مش التاثير اللي مستر مانويل جوزيه قالوا امسكوا شيكابالا يبقى نادي الزمالك مش. لا انا عندي حلول كتير جدا وشيكابالا يزودنا قوي، لكن عدم وجوده مش هيخسرنا. بالعكس شيكابالا مجرد ان هو موجود في نادي الزمالك بيلعب او ما بيلعبش ده قوه كبيره جدا لنادي الزمالك وقوه كبيره لزمايله. فانا بالتالي احنا مجموعه. رغم ان كان الموسم بادئ بصدام بينك وبين شيكابالا. انا شيكابالا انا بتعامل معاه عارف عنده، عشان انا بحبه على المستوى الشخصي، مش عشان اولا كبني ادم وكلاعب. ومن احسن حته موجوده في مصر هي اسوان، النوبيين. الناس دي لسه لم تتلوث، قاعدين جنب النيل هناك، ناس محترمه وطيبين. فانا لما بروح اسوان بحس نفسيا مستريح من قبل ما اعرف شيكابالا. وانا لما كنا بنعمل معسكرات هناك ناس طيبين. فشيكابالا من الحته دي، فلازم تعرف تتعامل معاه. يعني راجل ظروفه اللي الناس كلمت فيها كتير ان هو راجل عارف يفقد والده ووالدته وما عندوش اي حد ان هو يوجهه، وعاش طول عمره في كله في السكن تحت المدرج في نادي الزمالك. يعني الراجل ده يعني كان ربنا اللي حاميه، واخد بالك. فبالتالي هو اتشكل بطبيعته، وزائد لما جه في بلد زي القاهره وهو صغير، كل الكلام ده اتاثر بعوامل كتير، بس ما كانش في حد بيوجهه. انا شيكابالا انا ممكن في اوضه مغلقه ممكن اموته، ممكن يعلي صوته يعلي بتاع، بس هو عارف اني بيحب حسام حسن وبيحترمه قبل ما يكون مدرب. وانا عارف ان انا بحبه. فالحته العلاقه دي هي اللي بتخلينا ناخد منه كل حاجه انا عايزها. وفي نفس الوقت كان لازم يعرف قيمته عند نادي جمهور الزمالك، ولازم يعرف قيمه جمهور الزمالك عند شيكابالا. فبالتالي المعادله دي عملتها مع شيكابالا. كان دائما الصدام مع جمهور الزمالك نفسه مش الاهلي. يعني انا احب اقول لك حاجه، ما هو من ضمن، انت برافو عليك يا محمد. يعني انت دلوقتي شيكابالا اكتر ناس كان في صدام معاهم هو جماهير الزمالك. انا فاكر اول يوم جيت ضربت فيه
ان حاولت ان انا اجمع الناس يعني اخلي اول حاجه كان بالنسبه لي كان شيكابالا. اولا ما كانش عايز يروح يحيي جمهور الزمالك، والجمهور الزمالك كان زعلانين منه. حاولت ان انا قلت له لو انت ما اتعاملتش بطريقه تانية مع جمهور الزمالك، لو ما حسيتش بقيمه جمهور الزمالك انه بيحبوك ازاي، انا مستعد ان انا ما اشتغلش في نادي الزمالك. لان هبتدي مش هتسمع كلامي، هبتدي ما تعرفش قيمه الناس دي، يبقى انا ماليش لازمه ان انا اشتغل في المكان ده. فواحده واحده ابتديت ان اقربه للجماهير. الجماهير ابتدت الحمد لله زي ما خلاص عرفت قيمته وتحبه وهو يحبها، وفي نفس الوقت ما يقدرش يتخلى عن نادي الزمالك دلوقتي ولا جمهور الزمالك. ده الراجل، مش هقول ده النجم بتاعهم مع النجوم اللي موجودين، وانا راضي بكل الناس دي. انا نفسي كل الفرقه تبقى نجوم، لان دي نجاح لينا. في مدربين تانيين يزعل ان يكون في نجم بتاع. انا مدربين اجانب لما كنت بشتغل معاهم، لما جمهوري كان يناديني كان يزعل. بالعكس ده مكسب كبير، وانا عايز كل الفرقه تتحمل معايا المسؤوليه. فلما يكون عندك نجوميه، لعيبه عندها نجوميه كويسه والجمهور بيحبهم ويثق فيهم، يشيل معايا. فانا عايز ما بتقلقش ان زمايله يغيروا؟ طبيعي احنا بشر يعني. يقول لك كل حاجه شيكابالا، فلوس كتير شيكابالا، نجوميه شيكابالا، حتى في الملعب شيكابالا، حتى الناس بتقول الزمالك ما ينفعش من غير شيكابالا. في ظل وجود محمد ابراهيم وحازم امام وعمر جابر وهاني سعيد وفتح الله وعبد الواحد، ما دول نجوم برضه دلوقتي. اكتر لعيب محبوب في فرقه شيكابالا. يعني اللعيبه الصغيرين والكبار بيحبوه. ليه؟ لان هو طيب، يعني هم عايشين معاه، وبعدين هو بيحب الخير ليهم. يعني واللعيبه لما انا جيت معاهم احنا غيرنا كتير في الفريق. من الاخر زي مؤسسات كتير عايزه تتغير. لو غيرت المجموعه وابتديت على نظافه هتلاقي الدنيا كويسه. فنادي الزمالك ابتدى على نظافه دلوقتي. بقى من الموسم اللي فات للسنه دي ابتدينا شلنا الرواسب، حتى لو في واحد ولا اتنين هيتشالوا هتلاقي كله الناس بتحب بعض. في واحد او اتنين هيتشالوا؟ يعني بقول لك حتى لو انت عندك مجموعه فيها بالجهاز باللعيبه 30 40 بني ادم، اكيد في واحد او اكيد في واحد ولا اتنين. دي نسبه، دي نجاح كبير. احمد جعفر طلب يمشي فعلا بعد مباراه الاهلي. احمد جعفر، انا على فكره زي ما كنت بقول لك قبل البرنامج، لازم تبقى صريح وواضح مع الناس. ليه اخبي؟ وزي ما وبرضه بختلف ان ممكن حد مواقع يقول لك ايه، نادي الزمالك بيفاوض فلان وفلان، وانا ما بفوتش حد، او قاعد مع فلان وانا ما قعدتش مع حد. لكن لما يكون حاجه حصلت فعلا اقول لك حصل. انا بقول لك، وانا اللي قايل لك على فكره الخبر ده. جعفر اتصل بيا، بعت لي رساله في بعد الماتش بالليل. قال لي بعت لك رساله على الموبايل. انا وابراهيم. طب خلينا اقول لك بس بعت لي رساله نصها. نكمل بعد الفاصل عشان الناس تستنى ماشي. تستنى الموضوع ده. لا عادي. الناس تستنيه. فاصل سريع ثم نتابع بعد الفاصل. حكاية تأثير الأزمة المالية على صفقات الزمالك الشتوية. أهلا بكم من جديد. كابتن حسام، أحمد جعفر فعلا طلب الرحيل من نادي الزمالك أو في الطريق للرحيل من نادي الزمالك؟ بعت لي رسالة بعد الماتش بالليل واتفاجئت بيها أنا وإبراهيم، وقال لي كابتن ممكن بيع أو إعارة. فطبعا أنا رديت طبعا كردي زي جمهور الزمالك، هات عرض، لان ده نادي الزمالك. واحمد جعفر من الناس اللي سبر عليه الجهاز الفني والجماهير الزمالك من الموسم اللي فات. على فكره اكتر واحد كنت بتهاجم بسبب احمد جعفر الموسم اللي فات، لحد ما الراجل جاب اجوان والناس برضو حاسه ان في. لذلك انا كنت مقتنع ان القماشه اللي موجوده دي هي اللي هتقضي وهي اللي هتشتغل. السنه بدا كويس، بدا معايا ومصر ان يلعب مع كونيه مع عمرو زكي. وفي النهايه لقيت ان هو برضه ولعب الشوط، ما بداش الماتش بتاع الاهلي يعني، ما بداش ولعب بدا الشوط الثاني، واتفاجئت ان قال كده. فبالتالي انا في مبدا اللي يبقى عارفاه عندي، اللي مش عايز يقعد ما يقعدش. يعني انا في 3 من كنت قلت انا مش عايزهم قبل الموسم ما يبدا، كان ايو واديكو وسيد مسعد. الباقي بقى اللي هم مشوا، اللي هم عمالين ربنا يهديهم يتنقلوا من الحتت دي وبتاع، عشان وبعد كده هم عارفين قيمه نادي الزمالك دلوقتي مع احترامي الشديد ليهم. احمد مجدي، المرغني، منصف، الشريف، منصف، كل الناس دي قالت قعدت معاهم كذا مره، حاولت معاهم لا احنا عايزين نمشي. اول ما قالوا لي
عايزين نمشي وخلاص بعد ما نادي الزمالك اداهم الاسم والفلوس والشهره بدون ما نادي الزمالك ياخد حاجه. نادي الزمالك ما خدش من الناس دي حاجه، ما خدش بطولات. قلت لهم اتفضل، لان ده شعور نادي جماهير الزمالك، ان جمهور الزمالك اتهرى من الناس دي، من كل اللعيبه. كل اللعيبه اللي موجوده من خلال ال5 سنين اللي فاتوا دولت جابوا كام بطوله؟ وخدوا فلوس قد ايه؟ حقك تاخد بس حقك تدي. فده مبدئي. فجعفر ما كانش هيلاقي حد، وعلى فكره وحتى لو قاعد وهيلعب وانه عايز يلعب بادائه هيشتغل هو او غيره. بس صدمك لما طلب كده؟ اتصدم لان هو الوحيد اللي وقف معاه. انا بقول لك جمهور الزمالك ما كانش مقتنع بيه الاول، وفي ناس كتير، لكن انا اصريت ان هو يلعب لان احساس ان هو عنده على قد ظروف بتاع النادي هيلعب. فبالتالي انا المفروض ان انا بقى ايه؟ احترم النادي، احترم جمهوره، احترم المدرب او الجهاز اللي يساعدك تلعب. طب ايه اللي يوصله يا كابتن حسام لانه يطلب طلب زي ده؟ يعني هو كان بيلعب وهو من هدافين الفرقه اساله بقى، هو حر. كل ده عشان مثلا ما بدأش الماتش؟ طب ما انت لعبت الشوط الثاني. انا ما بحبش اتكلم على بالتفاصيل هنا لان في النهايه ده لعيب عندي، لكن انا اتصدمت فيه. هو اول مره اقول للناس وبعدين انا اتفاجئت برضو الناس بيقول لك كونيه ولا ادي لي حاجه، وانت يمكن انت برضو قلت خبر. فالمواقع دي يا جماعه ما الناس ما تصدقهاش. وكونيه لو قال لي، وعلى فكره لو كونيه قال لي حاجه زي دي انا هقولها لك. هو انت اللي قلت، انت اللي سالتني على موضوع جعفر وانا اللي قلت لك قبل البرنامج. انا اللي قلت لك لان انا لازم ابقى فيه صراحه وشفافيه مع الجميع. اللعيب اللي هو مستكتر على نفسه وجوده في نادي الزمالك ملوش مكان عندي. يعني انت وافقت لجعفر انه يمشي؟ انا بقولها لك من خلال دلوقتي. طالما بعت الكلام ده واصر، انا بقول اهو يجيب عرض ويمشي. يعني هو في اكتر من كده؟ يعني بعمل له زي اعاره ولا بيع ولا انت مش فارقه معاك؟ مش فارقه معايا. حتى لو عرض ده من النادي الاهلي؟ اوديه لحد الاهلي. ياه. طبعا. مش هو بس، لو واحد تاني جه قال لي كده. حتى لو لعيب مؤثر؟ حتى لو لعيب مؤثر توديه برضه الاهلي؟ يعني لو ما اعرفش قيمه نادي الزمالك، واحد عايز يمشي والمفروض احمد ربنا، ابوس ايدي وش وظهر ان انا في الزمالك. ده يعني انا يعني مع احترامي يعني عملت ايه لنادي الزمالك انت فلان ولا فلان عشان تقول انا عايز امشي؟ انت تقييمك لاحمد جعفر انه مهاجم كبير ومؤثر، ولا تقييم انه مهاجم عادي؟ انا بحاول، هو مهاجم عنده امكانيات معينه محدده. انا بحاول اطورها له واحاول ادخله مع الفريق واحاول ان هو ما كانش يحلم ان يجيب عدد الاهداف دي في الموسم اللي فات والسنه دي غير لما يكون في حد مش هو لوحده، ان انا ساند الجميع. مش بسنده لوحده، بساند الجميع. ف انا بحب، انا لولا عندي فتره توقف يا استاذ محمد انا ما تظهرش في البرنامج وما اتكلمش بالصراحه دي، لكن لازم في كشف حساب. فانا قلت لك ايه في التليفون؟ انا جيت وافقت ان انا اجي عشان دي فتره كشف حساب لجماهير الزمالك من خلال مش خلال بقى موقع ونت وحسام قال ما قالش. حسام حسن نفسه صوت وصوره. لان انا بعد البرنامج ده هنبتدي التمرين بكره، نقفل على نفسينا وحتى الاخوه المراسلين والصحفيين الموجودين في النادي عارفين بيني وبينهم ما فيش غير سلام عليكم وسلام عليكم. اي حد يجي يسالني على حاجه انا ما تسالنيش على حاجه، كابتن ابراهيم موجود. تمام. لان انا شغلي ده الاساس، الملعب ده الاساس. فانا بعد النهارده مش هتلاقيني بتكلم في حاجه. تمام. ده شيء انا بشكرك عليه طبعا انك اديتنا الثقه دي يا كابتن حسام. لكن من غير احمد جعفر الطلب او الرحيل او ممكن في يناير يبقى مش موجود. ممكن يونس، محمد يونس، وممكن وجيه طلب مني يعني طلبه، وانا زي ما قلت لك المبدا ده مش عايز اغيره. بس يونس ووجيه على اعتبار ما بيلعبوش من اول الموسم فوجودهم مش مؤثر بالنسبه للزمالك. انا عندي اللي موجود في القائمه في اي وقت هيلعب. انت مستعجل؟ شايف يونس مستعجل؟ طبعا. لسه اللي احنا عندنا، بص عندنا الدور الثاني، عندنا دوري، عندنا بقيه الدوري، عندنا افريقيا، عندنا كاس مصر. ايتهم في افريقيا؟ لسه القائمه احنا بتبعت عدد معين عشان لازم تثبت حاجه، وبعد كده بتودي يعني ممكن تبعت 3 ولا 5 ولا 7، وبعد كده بتبعت المجموعه كلها. هو لما بيبقى شايف انك عايز المعتصم وهتدفع مبلغ قد كده وعايز ما اعرفش مين وعايز مين، هو بيحس ان فرصته معدومه. محمد يونس مش بتاعته. طب ما بقول لك حاجه، ما هو في شيكابالا كان في عماد محمد وفي حسين ياسر يبقى محمد ابراهيم وحازم والناس دي وعرفات يقولوا لي انا يا كابتن انا مروحين بقى. لا، ان هو عرفات بيلعب ومحمد ابراهيم بيلعب وحازم بيلعب وحسين ياسر بيلعب وشيكابالا بيلعب وعماد محمد كنت اتمنى ان هو يكون موجود، والراجل راح لحاله كان هيلعب.
وجعفر لعب وكونيه هيلعب، وان شاء الله اللي جاي عديه واللي جاي اللي بنفكر فيه ان شاء الله يبقى موجود. لكن انا عايز اقول حاجه، هرجع لك نقطه بس افتكرت. ليه ما قلناش ان النادي الاهلي في السنه الموسم اللي فات لما اتعادل معانا في ماتش، في الماتشين كنا احنا الاحسن، في ماتش الدوري 3-3 و0-0 كنا احنا الاخطر، وكان عندي نواقص كتير. كان المفروض ان النادي الاهلي يفرم الزمالك في الدوري. مظبوط. طب ليه ما الناس ما هللتش لينا؟ ده انتوا ابطال، ده انتوا اتعادلتوا، وانتوا اللي كنتوا ماتش 3 انتوا اللي كنتوا 1-0 وبعد كده هم 2-1 وبعد كده 3 اللي في اخر ثانيه في الوقت الضايع، وماتش 0-0 احنا كنا الاخر من اول ثانيه لاخر ثانيه بنضيع فرص. ليه الهوجه اللي حصلت دي؟ مع ان ما فيش فرص، ما لقيتش يعني الماتش بتاع اللي فات ده ما لقيتش عبد الواحد بيجيب الكره من الشبكه مثلا، الكره عماله تخبط في العارضه في هو الناس اعتبرت ان مجرد تعادل الاهلي في ظل التفوق الكبير الفني للزمالك على كل فرق الدوري في الفتره دي، فاعتبرت ده بالنسبه للاهلي انجاز. تمام. عشان نقفل النقطه دي، مجرد اللي اتقالت انجاز ده نجاح لينا، ان احنا وصلنا صححنا مسار الكره المصريه، ان في نادي الزمالك وبطل الزمالك لمكان وبطل الدوري في 5 سنين، وبطل افريقيا وكاس عالم للانديه متواجد الفتره اللي فاتت. مبسوط ان هو اتعادل. يبقى احنا ماشيين وبايه؟ اتعادل باقصى لعيبه عنده كاملين واقصى مستوى فني وبدني. في ظل بقى انا النواقص اللي عندي، يبقى انا زي ما قلت لك حددت انا فين وهو فين. فمع الاضافات اللي عندي ان شاء الله ده نجاح. وبقول كان الناس بتحسبها الحسابات دي الموسم اللي فات في الماتشين التعادل اللي معانا والماتش التعادل ده. ومع ذلك لو النادي الاهلي مكاني والفارق 6 نقط، كل الناس هتقول ايه والله المدرب طلع ذكي بتاع النادي الاهلي وخد اللي هو عايزه من الماتش. خد اللي هو عايزه في ظل الظروف النواقص. بتختلف رؤيه الناس ما بين الاهلي والزمالك طبعا. الضيوف اللي في البرنامج، في اي برنامج، بيحسس بالكلام على النادي الاهلي غير الكلام عن نادي الزمالك. يعني ممكن اللعيب او المدرب بتاع نادي الزمالك او الاداره بتاعت الزمالك ممكن واحد قاعد يغلط فيك سهل يعني. ولما يجي مثلا لعيب فلان، بس يعني حتى لما يقول مثلا ايه احسن لعيب شيكابالا، بس في فلان وفلان في يعني انا سمعت الراجل الاستاذ محمد، مين اللي كان بتاع اللوايح اللي موجود، كابتن محمد بيومي، فكان بيتكلم مش عارف ايه بس النادي الاهلي يعني انا ما بتكلمش على حاجه، انا ما اقصدش حاجه، زي ما اكون مثلا قلقان خايف. لكن نادي الزمالك اداره مش عارف ايه، لا ناس تعبانه، ناس فاشله، ناس مش عارف ايه. ولما يجي مدرب يتكلموا على النادي، يقول لك عن نادي الزمالك مثلا، يقول لك الجهاز كأن ما عندهمش مدير فني، يعني كأنه حسام حسن ده مش موجود. لما تيجي تتكلم لا في فلان حسام بقى، في جوزيه، في فلان. فكل الكلام ده التعامل مع نادي الزمالك غير التعامل مع النادي الاهلي. اللوائح والقوانين والعقوبات غير النادي الزمالك غير النادي الاهلي. وانا بقولها، واللي عايز يزعل مني يزعل. انا لعبت 22 سنه في النادي الاهلي، لكن اللي انا بشوفه في السنين اللي فاتت دي فوق يعني تحمل البشر. طب انت تفسيرك ايه؟ وعايز اقول لك حاجه برضو، الدور الثاني او الدوري عموما في اي سنه ملوش يعني مقاييسه والمعطيات بتاعته والمعادلات بتاعته مش داخل الملعب فقط. يعني داخل الملعب فيه حاجات تأثير، يعني وبره الملعب ليها تأثير. تأثير إعلامي، تأثير إعلامي، تأثير تحكيم. يعني أنا بقول لك على كلام عام. أنت متصور في الدور الثاني يحصل معاك كده؟ الدوري السنين اللي فاتت أو الفترة اللي فاتت أو في أي بطولة في حتة في العالم وخاصة في مصر، التأثير الغير فني. قصدك اللعب كله يعني؟ في عوامل بتأثر على البطولة. اللعب كله بيحصل في الدور الثاني. في الدوري كله، بس الدور الثاني كمان. يعني انا بقول لك يعني خد بالك للدور الثاني. التاثيرات هتبقى كبيره جدا. انت متوقع ده يحصل معاك؟ عقوبات ممكن، تحكيم، اعلام. يعني انا ما شاء الله لقيت النهارده يعني الفتره اللي فاتت دي خليهم، انا عايزهم يفضلوا على كده. يقول لك النادي الاهلي وصل لاحلى حاله. طب انا سعيد ان النادي الاهلي يوصل لاحسن حاله، بس كل الكلام ده انا عمال اساند وبتحاول تقوم ناس وتوقع ناس. يعني بتحاول توقع، خليك في عداله كاعلام.
ان انت تتكلم على ده وتتكلم على ده، الاعلام من وجهه نظرك وتتكلم على مباراه مش عادل. لو اتكلمت على المباراه، انا اتكلمت في وفي دي واحد. نمره اتنين، عقوبات ممكن هتؤثر، مش العقوبات كمان دي، العقوبات اللي هي ممكن في الفتره اللي جايه لعيب ياخد انذار، طرد، تحكيم، يعني شغل تحكيم في الملعب ممكن يأثر سواء اجنبي او مصري. لكن اللي احنا بنأمله وبنطمح فيه وبنحلم بيه ان يبقى في عداله في التحكيم، واتمنى وانا عندي ان في حكام مصريين محترمين وفي حكام اجانب على اعلى مستوى زي لما يجوا حتى لو جم برضه هيبقى لو في عداله هيفرقوا في البطوله. تمام. في بطولات راحت السنين اللي فاتت بزقه، ببنالتي، بشوطه، باوفسايد، بتاع، كل الكلام ده بتاثر سواء ليا او عليا بصراحه. عندك احساس ان ان الدوري هيفتقد العداله في الدور الثاني؟ انا بقول لك لو حصل كده هيؤثر على البطوله. ما هي البطوله بتيجي وتروح فين؟ ممكن تروح في ماتش يعني اوفسايد ما اتحسب، اوفسايد. طب ما يمكن الصدمات الكوره مش اوفسايد اتحسبت اوفسايد. يمكن الصدمات اللي بتخشوها مع عدد من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره مثلا تبقى سبب. انتوا داخلين في صدام مع كابتن مجدي عبد الغني مؤخرا. انا وابراهيم ما عندناش صدام مع حد. انا وابراهيم هنحارب، بندافع عن شغلنا وعن مكان نادي، عن جماهير نادي الزمالك. جماهير الزمالك لاول مره تحس ان هي حد بيدافع عنها، ومن خلالك ان شاء الله الناس المحترمين والمستشار جلال ابراهيم راجل طيب ومحترم، والاداره محتاجين منهم قوه زياده في كل حاجه معانا. هم بيحاولوا قوه مش فلوس، الاثنين. بس بتتكلم على القوه انهم يدافعوا عن حقوق الزمالك. قوه مش ما يدافعوش على الباطل، بس يدافعوا يعني موقف. انت ما اعرفش انت محضر اسئله ولا ايه في الموضوع ده، لكن انا في كل الظروف وفي كل القضايا اللي تهم نادي الفريق ونادي الزمالك وجماهير الزمالك لازم، يعني في موقف حصل من المستشار جلال ابراهيم قبل ماتش الاهلي ان هو جمع الناس بتاع الالتراس والناس المحترمين. على فكره انا بحيي جمهور الزمالك الالتراس كلهم والناس اللي موجوده، لم يتعدوا على لاعب في نادي الاهلي بامه ولا ابوه ولا بلونه ولا بشكله. انا بقول ده جمهور من 6 سنين من احسن الجماهير اللي موجوده في العالم. جمهور استحمل الفريق ما بيكسبش، وجمهور لعيب والنجم بتاعه بيتشتم وما تاثرش ولا شتم، ولا كانوا ممكن يشتموا فلان او فلان في النادي الاهلي، لكن ما شتموش. يعني معناه انه شتم، اتعاقب النهارده في عقوبات المسابقات. لا دي قصه ثانيه. النهارده 15,000 عشان الليزر، و15,000 عشان الشتيمه، و15,000 لجمهور الزمالك عشان الشتيمه. طب ليه؟ عشان السباب. طيب طب والعنصريه بكام؟ مفيش عنصريه. الفاتوره بتاع العنصريه ما اتدفعتش. ما اتكتبش في العقوبات اللفظ مفيش عنصريه. لا. لو عايز تتكلم بالتحديد في العقوبات انا مش راضي عنها. مش راضي عنها. طب هنتكلم في العقوبات بس عايز اسمعك لقاء كابتن مجدي عبد الغني. لان كابتن مجدي انت اتنهدت ليه؟ لا باخد نفس. انتوا داخلين حسام وابراهيم حسن داخلين في صدام مع مجدي عبد الغني. لا ما عنديش مشكله مع حد. طب تسمع هو مش ند ليا. هو مش ند ليا. ازاي؟ هو مش ند ليا في اي حاجه. يعني هو كان زميل في ملعب وبعدين يعني انت في مرتبه اعلى تقصد؟ ولا في مرتبه اعلى ولا اوطى. انا في مجال وهو في مجال. انا بشتغل بضمير وبذمه وعايز انجح مكان مؤسسه كبيره، ودي طموحاتي. انا ماليش علاقه بيه، لكن انا بحترم الناس. ولكن يعني بصراحه كان في الموضوع بتاع، كنت في اتحاد الكوره عشان موضوع الدوري البديل والكلام ده، فانا رحت عشان ادافع عن قضيه مش قضيه لنادي الزمالك، قضيه عامه للكره المصريه. للكره المصريه. قابلته. فانا اصريت لما استدعوا المديرين الفنيين كنت ممكن ابعت اي حد، لكن انا مش عايز حاجه تتعمل انا مش راضي عنها ولا في صالح الكره المصريه. هو الدوري البديل تحت 23 سنه و30 لعيب، مش 30 على فكره. الناس كلها عماله تقول الدوري 30 او 25، هم 35 ولا 30؟ لان احنا دلوقتي 30 اصلا. 25 زائد 5 اللي هو ما حدش كان بيتكلم في الحته دي، والجمهور الغلبان مش فاهم. هي كان هنبقى 35 ونجيب مثلا الجيران ونجري في الجنينه بقى وبتاع 35 لعيب. طب نشوف مجدي. نشوف لقاء كابتن مجدي عبد الغني ونرجع نتواصل في الحديث.